شغولها بس. نعيد يا الكلام ده، مصطفى، نعيد الكلام ده، ثبته الكلام ده، ثبته بس، ثبت له الكلام ده بس. طبعا الناس تشتغل بس، الشباب شفتها يشتغلوا بس من الفليتين بس، الفلت بس شفتها اتفلتوا بس، طقوا الجماعة طق بس في الليل محل يمشي يلقوا واحد واقع شفتها، إن واحد مرق طرف من الحلة نهار يلقوا واقع، ناس تلفلت بس، ناس شفتها تلفلت بس، خلهم يعرضوا روحوا عدل غادي يا زول. هم زاد شفتك اللمة هنا وساختهم كثيرة، يعني حاجة ما تشوفوهم زي ده، واحد تشوفه مسكين بالكركر في لبه. والله العظيم مساليد دول غابنتم على العرب، والله انتم من عارفين هذا ما يعلم به الا الله. عشان كده الناس كل ما تلقى واحد متطرف ده جبن بس، كلهم يعرضوا غادي، هم كل ما يجغمون في الحياة حقتهم في الليل يلقوا واحد ده ميت وده واقع وده مكسر، كلهم بيعرضوا يا زول، لا تشتغل شغولها بس. والله يا أخي ده والله بينو يعني كده الشغل ده كمان بيقول له خلي مسكون يعني ليه مسكون يعني نكمل مسكون ده والله أنا بغيت ما أعرف، لكن أقسم بالله العظيم والله لقيت حاجة ده والله شفت طقة طقة والله شمي ده آخر اليوم شافة معايا جابني هنا لا نجق مجرم يا من جميلهم كله والله لكن الوقع فيها الدنيا لقي ثاني العيش بكون صعب والله يا هذا الحاصل. يا شباب مساء الخير، الشفاء العاجل للجرح وربنا يقبل الشهداء. يا شباب شدوا حيلكم، شدوا حيلكم يا شباب، اليومين ده المراقبة تكون جيدة، البوابات أي عبد ماشي قاطع قرب ما تخلوه نهائي، نهائي ما يقطع، بمرقوا من هنا بيمشي انت عارف الكلام ده انا قبل كده قلت الجنجويد ده يوم يتزنقوا والله الا يسوقوكم من ناحيه الجنوب، الا يسوقوكم من ناحيه القرب، لكن ما يخلوكم تعبروا اتجاه الادري. تذكروا الكلام ده انا زمان قلت، كان تذكروا قلت الجنجويد ده يوم يكتم فيهم جد والله ما يخلوك تمشي اتجاه الادري، يسوقوك كده يمشوا بك كده اتجاه شفتها قرب افريقيا الوسطى ولا كده. تذكروا كان قلت الكلام ده. هسه الزول ده قال تاني زول يجي كرشين كرشين كده قال يمشي اتجاه الادرة، مستحيل نجحمه بس يمشوا كده بس كده دقيقة نكرر المكان ده. يا شباب مساء الخير، الشفاء العاجل للجرح وربنا يقبل الشهداء. يا شباب شدوا حيلكم، شدوا حيلكم يا شباب، اليومين ده المراقبة تكون جيدة، البوابات أي عبد ماشي قاطع قرب ما تخلوه نهائي، نهائي ما يقطع، بمرقوا من هنا بيمشي بيتسلحوا هناك. الناس تشد حيلها يا ناس، الناس تتوحد وتكون كلمته كلمة رجل واحد، أي زول وقف في طريقه سوي له رأي بس، الله يكرم. شفت الناس الحاقدين كيف قال ما في زول يمشي، اي زول مرق من هنا بمشي هناك بيصلح وبيجينا بجاي. ايوه قال اي زول ما يمشي تاني، يعني معناتها هسه انا يوسف علينا لو في الجنينه دار نمشي تجاه ادره بكشفوا لي من تحت ماشي وين؟ قال والله يا اخي ماشي ادره، نو تمشي كده بس. وين كده تجي المراحل داك؟ لا يا حبيبي، يعني معناته انا نطلع من الجنينه نمشي تجاه حبيله هناك، بدك نطلع يعني تجاه عم دخن بدك نطلع يعني راح نسمع. شوفوا اخوانا، شوفوا حتى ليبيا دي زمان، ليبيا دي لما تخش بطريقة بتاع العينات وبتاع بوابة الشيشان دي، شي بوابة الشيشان دي ما بتجيبوا لها ناس كامل كسر كلها أفصل. والله أنا بتذكر كان زمان معانا المرحوم عثمان عزابي وفضل داوود وناس كثيرين من هنا ماشيين بالشارع ده، وقربنا للعينات لين ما فش قربنا. يا جماعة اللايف ده لحتى الآن تكبيس 100 ساكن ما وصلته، 100 تكبيسة اللايف ده، 100 تكبيسة، 101 عشان يثبت اللايف ما وصلته. والله عيب عيب. اللايف ده بالمفترض 100 تكبيسة ده يعني خلال 10 دقائق بس، أي زول كبس 10 تكبيسات بكون 500 تكبيسة، خلي 100 تكبيسة معقول؟
قربنا للعينات بس، وقابلنا بوابه بسموها بوابه الشيشان كامل كيسات تصلق ولا بصلوا. والله قتل اقسم بالله، حطبنا الماشين من ولع بناك ارسلونا في الرسالة. اي زول حدودي بجامل بلد بتفشل، والجنينه دي بلد حدوديه. من فربرنة من مدخل لي هنا فربرنة دي كلها تابع للجنينه، من فربرنة ليه كل بس لمستوره لطينه كويس. البلاد اللي تابع لسيطرتنا المتابعه كلها في النهايه تابع للجنين. ناس ما تجامل الناس نهايه. اخونا بشامه رسائل بديل برضه وصلها الناس الحدودين ديل، ناس انقوي ديل ما تجاملوهم من النهايه ما تجاملوهم. بالذات ناس الباب زول شافوك في البوابه ذات 24 ساعه ماسك سبحته وخافوا كامل. ما تقول لي ذات خليه يمشي ذات، قول له من الباب ودوا للباب ناس خام بس. اي زول طيط ودوا البوابات ما يجامل اي زول ذاته. ما دايرين تاني في البوابه زول جامل ذاته البوابات الرئيسيه دي. اللي زول يعني قلبه قاسي اصلا قوي ده الكعبين من غير السيستم ده نحن كامل كيا ستيف. اللي زول خام قلت لك خلوه في البوابه ده ما يجامل اي قد ذاته. فهمتوا حاجة هنا؟ والله يا جماعة اليومين ده أهل في دارفور بالأخص ما تسافروا. ما في زول من الدارفور يومين ده يسافر. والله ده وسيتي لكم، أنا جايكم بيت الجيش. الله الجيش أنا جايكم أصبروا بس، باقي حاجة بسيط نكمل نمشي للجيش. هناك برضه في جخم في داخل الجيش. تمام؟ إجابة هوي يومين ده ما دار زول يسافر، لأنه قالوا أي زول جاي بالعربية صغيرة دي يجخموا بس. وزي هسه بيتكلموا ده بس. ده الناس اللي بيقولوا فاهمين، ده الناس اللي بيقولوا بيجيبوا الدولة. لسه كبسوا في اللايف ده لسه. يعني ده هسه بيقول أي زول يعني شايل له سبحة زول الله كده، قال ما ينفع هنا، ما ينفع في البوابات. قال كامل كده يشيلوا ويجيبوا يخطوا زول جخم زي بتاع أبو لولو داك بس. زول بيلم لك 10 أنفار طاخ 5 أطفال طاخ داك بقول يجيبوه يخطوا في البوابة. هسه الدولة زي دي يبنوا كيف؟ الدولة زي دي تبني كيف؟ يعني أي مكان دارين تجيبوا خطوا زول متعلم. أنا هسه لو قعدت في البوابة بكشف للعربية كده بس بعرف الزول العسكري، بكشف للعربية كده بس بعرف الاستخبارات، بعرف الزول اللي عنده حاجة في عقله ذاته. العربية ده بلفه كده بس بسوابه كده، أنا بعرف العربية دي فيه شنو. يعني هم في فهمهم يخطوا إلا زول الكعب بس في البوابة، يخطوا إلا زول اللي بيقتلوا الناس بس، يعذب الناس بس. قال ما تخطوا لنا كامل كده زول يعني بيسف حتى في يده. لا ما تخطوا زول زي ده. كلامه كده هسه نكرر الكلام ده ونمشي قدام. شوفوا اخوانا، شوفوا حتى ليبيا دي زمان، ليبيا دي لما تخش بطريقة بتاع العينات وبتاع بوابة الشيشان دي، بوابة الشيشان دي ما بجيبوا لها ناس كامل كسرك ولا أبصل. والله أنا بتذكر كان زمان معانا المرحوم عثمان عزابي وفضل داوود وناس كثيرين من هنا ماشيين بالشارع ده، وقربنا للعينات لما فش قربنا للعينات بس، وقابلنا بوابة بسموها بوابة الشيشان كامل كيسات تصلك ولا أبصل. والله قتل اقسم بالله، حطبنا الماشين من ولع بناك ارسلونا في الرسالة. اي زول حدودي بجامل بلد بتفشل، والجنينه دي بلد حدوديه. من فربرنة من مدخل لي هنا فربرنة دي كلها تابع للجنينه، من فربرنة ليه كل بس لمستوره لطينه كويس. البلاد اللي تابع لسيطرتنا المتابعه كلها في النهايه تابع للجنينه. ناس ما تجامل الناس نهايه. اخونا بشامه رسائل بديل برضه وصلها الناس الحدودين ديل، ناس انقوي ديل ما تجاملوهم من النهايه ما تجاملوهم. بالذات ناس الباب زول شافوك في البوابه ذات 24 ساعه ماسك سبحته وخافوا كامل. ما تقول لي ذات خليه يمشي ذات، قول له من الباب ودوا للبوابه ناس خام بس. اي زول طيط ودوا البوابات ما يجامل اي زول ذاته. ما دايرين تاني في البوابه زول جامل ذاته البوابات الرئيسيه دي. اللي زول يعني قلبه قاسي اصلا قوي ده الكعبين من غير السيستم ده نحن كامل كيا ستيف. سمونا قال ناسنجوي خيروا النواب داك شويه كده سمونا ناسنجوي صح؟ ما مشكله، هاي عدي امور. اللي زول خام قلت لك خلوه في البوابه ده ما يجامل اي قد ذاته. كان بقى عربيه سايقه من وين، ولا سايقه علان، ولا سايقه طاير ذات، نزلوها فتشوها ذات. ده بس الحاصل. ما كلامك ده بس يا مصطفى صحيح.
والناس بالنسبه للشباب يا جماعه كلامكم ده كله كلام والله مفيد، ونحن دايرين الحاجه الوحيده الناس تشتغل، ما في حاجه بسموها وجوه قريبه زول. الناس ديل كيزان دير والله في بلدهم دي اقسم بالله كان اصبحت بكره الصباح شافوا وجه قريب ده بيقطعوا طوارئ، اقطعوا الناس قطع زول. الحكومه حق شنو تقعدوا بتحرسوا لكم حكومه؟ والله اقسم بالله ان قعدتوا حرستوا الحكومه دي حكومه تاسيس ومواضيع زي دي اقسم بدين الله حواضن كده تنضرب والنوبه يضربوكم من جوا. اقطعوا النوبه، قطع النوبه دي شردوم الشر زي شريد البدر بس تفكه بس اقطعوا دابرهم. باقي كشفتوك يا ازرق ازرق كشفتوه ما عديل تقطعوا بس. اي الناس دول ما يقعدوا يقول لك حرسوا ياتوا يحرسوا ياتوا، الامن ده مسؤوليه الجميع. اي